الإيمان يمثل القوة التي تضفي الحياة على الأفكار، إذ يمكن الشخص من رؤية ما هو غير مرئي واعتباره واقعا ملموسا. في هذا السياق، يتجلى التأكيد الذاتي كحديث داخلي يشكل واقعك، حيث يعزز التكرار الإيجابي قوتك الداخلية ويحفزك نحو النجاح. علاوة على ذلك، تعتبر المعرفة المتخصصة سر القوة الحقيقية، فالأهم ليس ما تعرفه، بل ما تفعله بمعرفتك لتحقيق أهدافك. في هذه الإطار، يمثل الإبداع الجسر الذي يربط العقل بالواقع، حيث تبدأ كل فكرة عظيمة بخيال جريء، والإلهام يلعب دورا أساسيا في تحقيق النجاح. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب القرارات السريعة دورا حاسما في نجاحك، فالتردد قد يؤدي إلى فقدان الفرص، لذا يجب التغلب على الخوف وتأجيل اتخاذ القرارات. علاوة على ذلك، يتطلب النجاح صبرا ومثابرة، فالكثيرون يتوقفون عن محاولة تحقيق أهدافهم قبل الوصول إليها، بينما الاستمرار رغم العقبات هو مفتاح النجاح. كذلك، تشكل الحاسة السادسة دليلا داخليا تساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة عندما يكون ذهنك هادئا، مما يجعلك أكثر استجابة للإلهام. علاوة على ذلك، يعتبر الخوف عدوا خفيا للنجاح، لكنه يمكن أن يستخدم كوقود للتحرك، فمعرفة أنواع الخوف تساعدك في مواجهته والتغلب عليه. ومع ذلك، تؤثر العادات اليومية بشكل كبير على نجاحك، حيث يقود تكرار العادات الجيدة إلى انتصارات مستدامة، لذا يجب اختيارها بعناية لتشكيل مصيرك. بالإضافة إلى ذلك، يعد الإصرار والمثابرة من العوامل الأساسية لتحقيق الأحلام، فإن النجاح يتطلب التمسك بالهدف وعدم الاستسلام أمام التحديات. في هذا الصدد، يمثل العقل الباطن مصدر الأفكار والأحلام، فما تزرعه فيه تحصده في واقعك، فتكرار الأفكار الإيجابية يعزز النجاح ويوصل للأهداف. كذلك، تعزز القوة العقلية والتفكير الجماعي من فرص نجاحك، فالتعاون مع عقول ملهمة يسرع خطواتك نحو تحقيق الطموحات. علاوة على ذلك، يجب أن تحيط نفسك بأشخاص يؤمنون بك، فلكلماتهم طاقة تؤثر على واقعك، لذا اختر أصدقائك بعناية لتحقيق أهدافك. في النهاية، يمثل الإيمان والإرادة القوية مفتاح النجاح، فبناء الثروة يتطلب تفكيرا عميقا وعزيمة لتحقيق الأحلام. وأخيرا، الثروة ليست سوى أرقام في البنك، بل هي فكرة ونمط حياة يبدأ من الداخل، فكل حلم كبير يبدأ بفكرة صغيرة.